الدعامه بتاعت الظهر اللي بتفرد القتب اللي هي الشكل ده، ناس كتير صغيرين بيجي يقولوا لي انا عايز البسها عشان تفرد لي ظهري. معظم حالات القتب اصلا مش محتاجه دي، محتاجه تقويه للعضلات بس بتاعت الظهر عشان تفرد القتب اللي عندك ده، وعشان تقلل من الام الرقبه والصداع اللي بيطلع بسبب الضغط على الحته دي بسبب القتب اللي موجود. كتير من الشباب يقولوا لي انا عايز البسها عشان تفرد لي ظهري. لو انت ما بتستخدمش عضلاتك وبتعتمد عليها عشان هي تفرد لك ظهرك، طب انا هوصف لك ايه واكتب لك ايه وانت عندك 60 70 سنه؟ ما تجيش عندي عيل صغير عنده 20 30 سنه او عنده 15 سنه ويقول لي اصل ده مقتب، اصل ده بيقعد يذاكر ساعات طويله، اصل ده بيحضر دكتوراه، فمحتاج حاجه تسنين دول. لا، انت مش محتاج ده، انت محتاج عضلاتك هي اللي تقوم لك ظهرك. في نوعين من القتب، في نوع العظم نفسه مقتب زي ده، العظم نفسه متاكل من قدام، فعشان كده مستحيل ولا بتمرين ان هو هيتفك. ولكن في ناس كتير عندها القتب ده بسبب ضعف العضلات. انا هقول لك انت انهي نوع منهم. انت وقفت دلوقتي ظهرك على الحيطه، في ناس ما بتقدرش حتى لو حاولت تعمل كده ما بيقدرش يرجع براسه لورا، لان عظمه نفسه هو اللي فيه المشكله، الشاسيه نفسه متاكل من قدام ومعوج لقدام. لكن في ناس لما تقدر تعمل كده اهو اتفردت عادي، لان عظمي سامح لي بده، وده معناها ان انا عندي قتب من النوع اللي هو بتاع ضعف العضلات، مش من النوع اللي هو بتاع تشوه العظم. وهنا يجي بقى دور التمارين الكتير جدا اللي عندي على الصفحه اللي بتفرد القتب وبتقوي عضلات الظهر العليا عشان تفرد لك القتب بتاعك ده. يا ريت تشوفوا على الصفحه، ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس ايه اللي محتاجين نتكلم عنه الفتره اللي جايه. والف سلامه.